السلام عليكم ورحمة الله. زي ما خلينا معاكم الزيتون هنخلل معاكم الليمون النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هياخد منك غير 3 ايام بس، فتاكلي منه احلى ليمون مخلل. طبعا في اي بيت مصري لازم الليمون المخلل ده موجود على طول. طبعا يبقى مخلل اكيد ليمون. النهارده عملت لكم الليمون المخلل المعصفر بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتكليه في وقت سريع جدا كمان. بس كملوا معايا الفيديو الاخر. بس قبل ما نبدا لازم تسموا الله وتصلوا على الرسول وتنزلوا تشتركوا في القناة عشان ينزلكوا كل جديد. انا هنا معايا 1.5 كيلو من الليمون، ومعايا نص كيلو كمان ده اللي استخدمه في العصير بتاع الليمون مخلل، ومعايا نص كيلو من الجزر، ومعايا عصفر، ومعايا حبة البركة كمان. ده اللي هنستخدمه في الليمون المخلل، وهوريكم نستخدمه ازاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، واي حد ممكن يعمله. هتاكليه احلى من بتاع المطاعم كمان بره بكتير، وتاكليه في وقت سريع جدا وبسيط كمان. يلا اقولكم عملناه ازاي. اول حاجة هنجيب الليمون هنا. انا هبدأ افتح الليمون زي ما انتوا شايفين كده. انا منقيه الليمون اصفر واخضر فاتح كمان. هنبدأ نعمل فيه علامة زائد. في ناس بتحب تعمل العلامة ديت، وفي ناس بتحب لما يطلع من مية الغليان بتاعته تعمل العلامة ديت. بس كده كده هو بيتفتح معاكي اصلا في الحلة بتاعته، فهنعملها الاول احسن وافضل ليكي برضو، وهيديكي شكل مظبوط كمان. هبدأ كده بصوا هفتح كله كده. بعد ما خلصت كله فتحته كويس، عملت فيه علامة زائد. حطيت حلة تغلي على النار. اول ما غلت معايا بدأت انزل بالليمون. هنزله كده في المية وهسيبه يغلي معايا لمدة ربع ساعة. هنا اسيبه يغلي معايا ربع ساعة عشان هاكله في حدود 3 ايام. لو حابة انتي تاكليه في اسبوع او اسبوعين ممكن تسيبيه 5 دقايق بس، مش اكتر واقل من كده. من الليمون بقى ما يغلي معايا جبت القطعة. هبدأ اول حاجة ابشر الجزر كله. الجزر بيدينا شكل حلو وطعم كمان حلو في الليمون المخلل، بيفضل معاكي فترة طويلة زي الليمون بالظبط. كده بعد ما بشرت كل الجزر اللي معايا، انا هنا مستخدمه في الكيلو ونص، مستخدمه نص كيلو. جبت طبق هنا معايا وانزل كل الجزر. هبدأ بقى كده اجيب الليمون نص كيلو اللي انا مستخدماه في الكيلو ونص. هو المفروض على الكيلو ربع كيلو من الليمون المعصور، بس انا هنا جايبه نص كيلو على الكيلو ونص. بصوا كده بدأت عصرت كده كل الليمون، نزل معايا كمية في حدود نص كوباية من الليمون. وحضرت معايا الفلفل الحامي، وحضرت معايا 10 فصوص من الثوم. هنا جبت طبق ونزلت بالعصفر وحبة البركة كمان، ونزلت معاهم بالجزر. وهجيب كمان معلقتين من الملح. هقلبهم ده كله في بعضه. لازم معلقتين من الملح دول عشان يطعموا معايا الليمون من جوه، وياخدوا كمان التسكيرة بتاعت الجزر، مبقاش مسكر معاكي. هجيب كده الليمون وهبدأ احشي الليمون. شايفين العلامة بتدي شكل حلوة جدا في الليمون، والليمون مش هيفرق معاكي في الحلة خالص، ولا يتهري معاكي طول ما مفتوح. هيبقى كله هياخد سوا واحد، مش هيستوي من جنب وجنب لأ. بصوا كده بعد ما عملته كله وحشيته كمان. خلصنا كده الليمون المعصفر وحشيناه كله. بصوا العلامة والجزر كمان من جوه دخل في كل مكان في الليمونة. هنجيب هنا الطبق اللي انا عملت فيه. مش هغسله، لا هزود عليه بقى الدقة بتاعت الليمون. هنا هجيب مية الليمون المغلية، حلوة جدا في التخليل وهتديني الطعم بتاع المحلات بره 100% كمان.
سبتها الاول تبرد. لو مش حابه برضو ميه الليمون ممكن ميه تغليها وتبرديها كمان. جبت معلقه من السكر، ده هتساعدني ان الجزر يقرمش معايا، ويساعدني ان الليمون كمان ما يتهريش معايا خالص، هيبقى الليمون مقرمش برضو زي الجزر بالظبط. نزلت بنص كوبايه الليمون عليهم، ومعايا كمان معلقتين من الملح. هنا الليمون ما بياخدش ملح كتير عشان انا برضو حطيت ملح في العصفر، ومع الجزر حطيت معلقتين، وهنا حطيت معلقتين، ما نحطش اكتر من كده غير الزيتون خالص. الزيتون بياخد ملح كتير بس الليمون ما بياخدش ملح كتير عشان بيبقى حادق ومملح كمان. هبدأ بقى اقلب ده كله مع بعضه لحد ما الملح والسكر كله يدوب معايا كويس. بس كده بعد ما داب معايا هبدأ بقى هنا اجيب الفلفل الحامي. انا مش حابة الليمون يكون كله حامي قوي. هبدأ اقطع الفلفل كده، اقطع كام واحد نصين. ده الفلفل الحامي اللي بيتحط في المخللات، مش الفلفل الحامي التاني اللي احنا بنقليه وبناكله. ده الرفيع بيبقى حامي جدا كمان. فانا قطعت بس تلاتة من الفلفل. والثوم كمان حطيت 6 فصوص ثوم. هبدأ كده انزل الليمون وهرصه كويس كله في البرطمان. لازم انتي وبتنزلي في البرطمان تدوسي على الليمون كويس لتحت عشان ما يبقاش عامل فراغات معاكي في البرطمان. ونحط فلفل حامي برضو، بس الفلفل انا بحطه في النص ومن تحت. وده الليمون اللي عصرناه هنحطه في النص، مش هنحطه من تحت عشان ما يطلعش على الوش بتاع الليمون. هنخليه برضو معانا، مش هنرميه خالص. يبقى طعمه حلو برضو الليمون، بس بياخد وقت عن الليمون ده اللي احنا غليناه. بصوا عملت اول برطمان وتاني برطمان برضو عمل معايا برطمانين. عمل معايا كمية حلوة برضو، برطمان كيلو ونص وبرطمان نص كمان. كده الليمون نحط على وشه شوية من الزيت عشان يحفظهولي من اي عفونة او اي حاجة، عشان الليمون ما يعفنش معايا من فوق. بس كده خلصنا الليمون المخلل بطريقه سهله وبسيطه. والمره اللي فاتت عملنا معاكم الزيتون، طريقتين احلى واسهل من بعض كمان، جربوهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك، واشوفكم تاني في فيديو جديد.